يا أهلا وسهلا فيكم بهيدا اليوم فيديو جديد. طمنوني عنكم، شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. وحابة اسمع منكم، عم يعجبكم الفيديوهات؟ بتحبوا الفيديو القصير؟ بتحبوا الفيديو الطويل؟ بتحبوا أصلا من هالنوع من المحتوى؟ طيب، هون اليوم فقت بكير وما كنت عارفة شو بدي أعمل أكل، فمرات بتركها هيك كيف ما بتجي. يعني فتحت البراد لقيت عندي باذنجان أو باذنجاني وحدة قربت تدبل، وكان عندي كمان خضرة تانية كمان قربت تدبل، فقلت لا أعملها عشان ما كنت محضرة حالي قبل بيوم، فمش شايلة لحمة أو دجاج من التلاجة. فلما بهيك وقت على السريع أنا المنقذ تبعي لوقت الضرورة بشيل لحمة مفرومة. اللحمة مفرومة بشيلها ويدوب بخلال نص ساعة بتكون دايبة وجاهزة للطبخ، وما أحلاها وبتهون علي كتير. أنا من النوع اللي كتير بحب أشتغل باللحمة المفرومة، يعني فيها وصفات لا تعد ولا تحصى. فاليوم قررت حسب شو كان عندي بالبراد، ومثل ما قلت لكم فما كنت شايلة لحمة، فلحمة مفرومة طلعت الطبخة كلها على بعضها، لحمة مفرومة مع خضرة ومع رز حتى. فهون الباذنجان عملتهم لشرحات سميكة. أنا ما بدي أقليهم تقلية تكون، يعني ما بدي إياهم يستووا على الآخر، بدي إياهم بس شوي ياخدوا نكهة وشوي يدبلوا. لأن إذا الباذنجان حطيناه ناشف بدون قلي بالفرن أنا ما بيعجبني طعمته، بحسه بيطلع مثل الاسفنج والنكهة تظلم الباذنجان. يعني الباذنجان بس ينقلى بتعطي نكهة كتير طيبة، وحتى طعمتها بتطغي على باقي الطبق. يعني أنا قصدي بدي أقوله إنه هي بتعطي نكهة كتير كتير طيبة للصواني بالفرن إذا كانت مقلية. فعشان هيك أنا بقليها شوي قلية سريعة نص استواء، ما بدي إياها دغري تدوب عشان بعد وراها طبخ بالفرن. فقطعت فيهم كمان شرحاتك بالنص عشان انه الحماوة تفوت لجوا، ويعني يستعجل الموضوع ما بيطول معي لحتى يستوي. وهون وانا عم قلي الباذنجان تيجي بنتي وبتقلي انا ما جاي عبالي اكل اليوم باذنجان، اعملي لي شي تاني. فقلت طب يعني شو بدي اعمل شي تاني، ما انا هيك وهيك ما حاطه ببالي طبخه معين اليوم، وكان عندي شغلات معينه كان لازم خلصها. فوق كل هيدا بتجيني بنتي وبتقلي انا ما بدي اكل باذنجان. ليه عاملة باذنجان؟ اعملي لي شي تاني. طيب معقولة ما بتحبي باذنجان؟ يعني قال لا، بس انا اليوم ما عبالي اكل باذنجان. طيب فشو قلتي ما هي كمية الباذنجان كانت هيك وهيك، يعني قطعة وحدة. بس يعني ما كتير رح تعبي الصينية. فقمت كمان شفت شو عندي بطاطا، اخترت اكتر البطاطا اللي القدمة بكون بخلصهم نطبخهم نستفيد منهم احلى ما يروحوا على الكب. بنفس الوقت انا وعم قلي الباذنجان كنت عم اقشر وقطع البطاطا. هلا البطاطا عملتها نفس النظام، انه شرحات سميكة وبقليهم نص تقلية. انا تجربتي مع البطاطا اذا بحطها بالفرن يعني ما بحسها بدون زيت بدون شي شوي، ما بحسها كتير تعطي هاللذة. بس اذا انحطت مع مرقة، يعني مع الطبخة بتنطبخ على المرقة تنسلق بقلب الفرن بيمشي حالها. بس الأكتر لذة بصراحة إنه قليها شوي يعني نص قلية، وحطها كمان تكفي الاستواء بالطبخ مع المرقة اللي رح تطلع بالقلب الصينية. بس اللي ما بيحب حسب كل واحد وذوقه، لأن فعلا بصراحة هو كل شي بيطلع طيب يعني. بس الأطيب شي هي شوي تاخد شقار بالزيت. هون انا عم قلي باذنجان عم قلي بطاطا، باخد شوي باذنجان شوي بطاطا بلف على رغيف خبز واكل. وبنتي كمان كل شوي تلقمش، فكل ما بحط فوج بلاقيها اكلتهم، بروح بقشر من اول وجديد. واطيب شي هو هيك اكل المقالي سخنه بسخن. وهون كفي الفوج اللي بعده. عملت كمية البطاطا اكتر لان قلت الولاد رح ياكلوها، منه رح يتاكل هلأ هيك قلي، ومنه كمان عبي الصينية بطاطا بتحرز وهن بيحبوها أكتر من الباذنجان.
فمثل ما عم تشوفوا فوج بشيله وفوج بقلبهم. يعني هون تقريبا انا بس اللي ما عم خليهم يحمروا كتير، هاي عم باخدهم على صينيه لحتى يستووا بصينيه الفرن مع الطبخه، واللي عم يحمروا كتير كتير عم بتركهم قصدا، هيدي عشان عم حطها على صحن تاني رش عليهم ملح وكنا ناكلهم هيك اول باول. هون صرت عم وزعهم. فهلا عشان بنتي قالت انه هي ما بدها تاكل باذنجان، فشو عملت؟ قالت بعمل صف باذنجان وصف بطاطا. وهيدي الأمورة الشطورة اللي عم تتشرط شو بدها تاكل، طلبت منها تعمل السلطة، وهيتها مثل الشاطرة عم تقطع خيار. هي بتعرف يعني كتير اشياء، الحلو فيها انه اشياء بعلمها اياها ودغري بتلقطها. انا هون عم بعمل بصلة. هلا خلص شلت المقالي اللي بدي احطهم بقلب الصينية، هلا بدي اعمل الحشوة لإلهم. والله مثل انه هي كل مرة انا بعملها بصني، يعني بطريقة غير حسب شو عندي متوفر، الموجود بشيله بحط. مثل هلا مرات بحط لها بصل، مرات ما بحط لها بصل. عم بفرم بصل، مش فرم كتير ناعم، مكعبات وسط يعني. وهون كنت شايلة من كمية الزيت عشان هلا ما عادش بدنا كمية زيت كبيرة، بس زيت القلي نصه تركته عشان حوز فيه البصل وجاي عليه أغراض تانيين. والباقي الزيت حطيته بشو اسمه كباية ليبرد. مثل هون لقيت عندي فليفلة كمان قربت تدبل، يلا كمان نستغلها. فاليوم الطبخة مستوحاة من بقايا البراد، بقايا التسوق من الأسبوع الماضي. شو كان في شي قرب يدبل قرب يخلص، أو مثل أعرف إنه يلا بعد يومين بدي أطلع أتسوى من أول وجديد، فبحاول بخلص كل شي الباقي عندي، لأن إذا ما انعمل خلص رح يدبل ورح يعفن. فإنه بحطهم بشي طبخة وكله بيطلع طيب على فكرة. يعني من ولا شي بنعمل شي كتير طيب وكتير يعني إله لذة ونكهة غير شكل يعني. مرات ما بحط الفليفل، بس اليوم ثاقبت كان عندي فليفلة مثل ما قلت لكم دبلانين فحطيتهم. شوفوا هلا كمية اللحمة، على فكرة كمية اللحمة يعني بهيك صواني مفرومة ما بحط كمية كبيرة، يعني كل هالطبخة هي بتناسب تقريبا 6 أشخاص. حطيت بس 250 جرام لحمة مفرومة، بس ما شاء الله على الخضرة، على الحركات اللي عملناها بتبرك واسم الله. هلا بس رح تشوفوا رح تعبي الصينية، مثل ما قلت لكم الصينية كمان كانت تكفي ل6 أشخاص، فكانت معباية ما شاء الله وبتشبع. وكلها نكهات كتير طيبة. هاي كمان لقيت بندور 2 بندورة طرايا مش خرج السلطة، قلت لا يلا هات لا افرمهم حطهم بقلبها. حطيت لها كمان فليفلة حلوة وحطيت لها كمان ملح، وبس ما حطيت لها شي. اللي بيحب يحطوهم يحط اشياء تانية مثل ما انتو تحبوا، بس انا اكتفيت. هون ما بدنا نخليها تستوي كتير، انا بدي الخضرة يكون فيها قرشة، يعني الفليفلة تضلها تقرش، البصل كمان ما بديها دايبة، وكمان اللحمة ما بديها تستوي اصلا، هي بس تحويصة لياخدوا نكهات بعض. رح ينطبخوا كلهم على بعضهم، بعدين رح ينشووا بالفرن، هيدا انا البدية. فهون بهالمرحلة انتو لا تستووها كليا، هي بس يا دوب تحركوها شوي بتشوفوا انه تطلع نكهة الخضرة وهيك بحط، او خلص هي بشيلها. مثل ما شفتها حطيت صف بطاطا. اول شي صفيت البطاطا بكعب الصينية كلها، بس الباذنجان صفيته على زاوية وحدة. وشوفوا اسم الله بس من 250 جرام لحمة، صينية فرن غدا ل6 أشخاص كبار، وما شاء الله كان فيها بركة وبزيد يعني، لأن نحنا الحشوة حطينا بقلبها كتير خضرة وبصل وبندورة، مش بس تعطي لذاذة، كمان بتعطي يعني قيمة غذائية وبتعطي تشبع. يعني تشبع الصينية، صارت وفيرة بالاشياء. هون شو حطيت؟ نحن هون بينباع عنا معلبات بندورة مقطعة، مش بندورة مهروسة ولا بندورة كاملة مقشرة، لا هي بتجي بندورة مقشرة ومقطعة
بهيدا الطريقة. كتير بحب استعملها للكفتة ولأشياء مثل هيك صواني بالفرن. هون بعدين آخر العلبة حطيت بقلبها مي وحطيتهم، عشان نحن ما حطينا كتير سوائل فبدنا سوائل. حطيت قرنين حر للنكهة وبغطيها. وهون كنت عم بختار البرنامج اللي بدي حطه، اللي بدي اخبزه بالفرن. فاخترت انه انا اعير الحرارة على ذوقي، وعير قديه بدي الرطوبة بتكون. هون من بعدها خلصنا كل شي. هيدي القصص اللي طلعت من وراء هالموضوع. هون بنتي خلصت كانت السلطة، عملتنا بندورة وبصل، بندورة وخيار ومع بصلة وشوي نعناع. هاي السلطة كتير نحبها حد الرز. هون على فكرة بنتي هون على الميل التانية قاعدة مطلعة الطحين ومطلعة الزيت وعم تعمل سلايم. فكل مرة بتطلع لي وصفة جديدة وبدها تجربها، ويا ريت يزبط، والله كله على الفاضي، كله عم يروح على الكب. المهم هون عم ضبضب كل شي من حوالي عشان بدي احطها بالفرن وبلش بالرز، وخلص سلطتنا جاهزة. فهون كان عندي وقت من هون ليحمى الفرن، انا بنظف ومسح الغاز عشان طرطشة الزيت. بجيب محارم وبمسحه اول شي كله بالمحارم عشان تشفط شو اسمه الزيت. ومن بعدها بهيدي الاسفنجة انا بكون حاطة عليها شوي صابون جلي ونظفها فيها. والجلي اللي طلع بالمجلة كمان بفتح الجلاية وبحطه دغري أول بأول، هيك بضل المطبخ نظيف والمجلة فاضية. عشان بعد الغدا قد ما انتو نظفتوا المطبخ، من بعد الغدا رح يطلع علينا كمان جلي كتير. فاللي ما عنده جلاية والله بنصحه يجيب جلاية ويريح قلبه، لأن هيدي يعني مثل بلسم على الروح. تاخد عنا كميات كتيرة من الجلي وتجليهم بحرارة كتير عالية. هون بلشت أعمل بالرز. الرز اللي أنا استعملته اليوم بسمتي، بحط له بمية السلق ملح، بحس بتعطي نكهة كتير طيبة لما بسل يعني ملحه بقلب المي مملحة يعني. هون كده غاسلة الرز ومصفيته، بحطه دغري على المي المغلية وبتركه لحتى يغلي. بدي اياه يغلي كتير منيح لحتى حبات الرز تتفتح والنشا كله بيطلع منه. هون خلص ما عادش نحرك فيه، مضلنا بس يعني من وقت للتاني نبلا نحرك شوي حسب الحرارة. هون بلش يغلي الرز، فعم شوف قديه، فحسيت كتير طلع بقلبه نشا. فالظاهر انه ما كنت مغسلته كتير منيح، لان انا ما بحب اللي بتطلع فيه كتير كتير رغوة زيادة عن اللزوم وبتصير المي هيك لزجة. ما عجبني بصراحة. فقمت شو عملت؟ قررت انه روح شيل الرز واخده على المجلة وحط المصفية بقلب المجلة وصفيه. ليه؟ عشان مثل ما قلت لكم الظاهر ما كنت مغسلته كتير منيح، او يمكن كان بده اكتر من 3 مرات غسيل. فعشان هيك رحت رجعت صفيته غسلته لحيته شوي. ما بيعجبني لما يكون الرز كتير بقلبه نشا، بحسه بيغصص وبحس يعني بيظلم الرز. فهون قبل يعني هو بعده ما استوى على فكرة، بس قلت لكم انه طلعت المي كانت كتير بقلبها نشا، فلا قلت برجعه بالمصفاي وبغسلوا كمان، وبكون هن وعم يغلوا يعني هن لما غلوا يكونوا ظهروا هالنشا اللي بقلبه خلص بتخلص منه. هون كنت عم جهز لهم المي، حطيت مي مغلية من اول وجديد وحطيت لهم شوي ماجي للنكهة. الولاد كتير بيحبوا الرز مع ماجي للنكهة وللون، صراحة كلنا بنحبه يعني. بكفي هيدا الرز مع السلطة شي كتير طيب. هون الرز على فكرة ما كان بده كتير، يعني هو استوى نص استواء. فهلا برجعه على الطنجرة، ما كترت له مي عشان كنت عارفة انه ما عاش بده كتير هلا غليان. بقلب فيه يعني انجا المي انجا مغطية الرز. برجعه على الطنجرة وبخليه يغلي من اول وجديد. وهون كان الوضع يعني شوي تمام، يعني ما طلعت كتير نشا فيه مثل ما أول مرة.
وهون يعني رجعت هون طبخته من أول وجديد، يعني عادي بغليه من هون لتنشف ميته، بوطي الحرارة، بحط زيت، بقلب وبغطيه وخليه على حرارة كتير خفيفة لهون تتفتح الرز. وحبيت الرز بيكونوا هيك مفلفلين، كل وحدة بوحدتها، ما بيكونوا مخبوصين مع بعض. وهون كنا حطينا صينية الأكثر من روعة بالفرن، لك الألوان شو حلوة. تخيل نكهة الحر المشوي مع البطاطا المقلية واللحمة والخلطة اللي عملناها، كتير كتير طلعت طيبة وتغيير عن الكفتة. هون تقريبا وصلنا لآخر الفيديو، عم بسكب كل شي قدامكم، يعني الطبخة من أول ما بلشتها لآخرها قدامكم. قليت بطاطا للولاد كمان. اللي بيعجبني بهيدي العلب البندورة انه هي بتطلع مرقة بس ما بتطلع سميكة بنفس الوقت. يعني اللي بيحب بحط معجون طماطم مع مي ويخففها ويحطها فوقهم، كمان فيكم تعملوها. بس هيدول العلب بندورة ما بيطلعوا كتير حدية بالأكل، يعني بحموضة المرقة. هون أكيد حطينا شطة وكبيس، والسلطة كانت حدنا، وكله كان عن جد كله طيب. وعن جد يعني خلصنا اليوم إنجاز من ولا شي. من لما فقنا الصبح ما كان عنا فكرة عن الموضوع شو بدنا نطبخ، طلعنا آخر شي بنتيجة كتير طيبة وسهلة، ونفس الوقت نفعنا إنه خلصنا كل الخضرة اللي بقاية عنا من هديك الأسبوع، خلصناها، ما خليناها بالبراد لا تدبل ونتخلص منها، لا، يعني حطيناهم كلهم بطبخة وحدة وطبخناهم بكل حب، فأكيد بتطلع طعمات غير شكل وطلع الأكل كتير طيب. فيا رب تجربوا هالوصفة وانتو كمان اخترعوا فيها. اللي عندكم خضرة حطوها لا تتقيدوا بشي، وإن شاء الله أشوفكم بفيديو جديد.